يا قبلتي مبسوطة، يا قبلتي مبسوطة، الحقي ما شفتش اللي حصل في الشارع؟ قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. خير يا بت يا مقطومة الرقبة، وبعدين ايه يا قبلتي دي يا بت؟ شايفاني يا بت متحزمة وماسكة السجاد؟ ايوه يا خالتي حقك عليا. بقولك ايه، ما سمعتش يا اختي الغارة والدوشة اللي برا؟ سمعت يا خيبة الامل. ارغي قولي حصل ايه. جدع يا خالتي، طول بعرض، اسمر بعيون كحيلة، كان يا حبة عيني راكب البسكليتة بتاعته، وفجأة ايه يا اختي؟ اسكتي يا بت شوية. جدع اسمر بعيون كحيلة؟ يا بت تهدي شوية يا بت، الرجالة بتطفش منك من صربعتك على الجواز. ايوه يا خالتي، ما هو انت اللي عمالة تحل في مشاكل الناس وسايباني. بقولك ايه يا خالتي، بقولك اسمر بعيون كحيلة كان راكب البسكليتة، وفجأة اتزحلق بشوية مية كانت كباهم اللي ما تتسمى وتتشك تحت بطاطها. خالتي نبوية. هو قال ايه يا خالتي؟ اول ما وقع ما سكتش، رقعت بالصوت الحياني، لميت عليها الحارة كلها يا خالتي، والناس قالوا لي لا يا انسة ده ما فيهوش حاجة، ده زي الفل. والراجل يا اختي وقف وقال لي في ايه يا انسة انت بتصرخي ليه؟ انا كويس ما فيش حاجة. قلت له ابدا، والنبي ومن نبى النبي نبي لازم ناخد رقم تليفونك وتاخد رقم تليفوني عشان اطمن عليك. سابني ومشي يا خالتي. شفتي الخيبة اللي انا فيها؟ مفيش ورا راجل يا ناس ينقذني من قطر العنوسة ويتجوزني. يا خالتي انا قفلت 32. يا بنتي ان شاء الله تقفلي 92. يا بنتي خليكي عزيزة وتقيلة، الرجالة بتطفش منك. بقولك ايه يا خالتي، ايه الستات اللي طول النهار داخله وطالعه عليكي، واللي تقولك جوزي بيخوني وجوزي يتجوز عليا؟ فين يا اختي الرجاله دي؟ مفيش حد يجي يا جماعه يخون مراته معايا. بنتي يا سعيده اقفلي بقك خالص وروحي يلا، انا سامعه صوت الباب بيخبط. شفتي اهو بيخبط اهو. حاضر يا خالتي. يا اختي على طول كبتاني كده وسد نفسي وكسره مقاديفي. سعيدة راحت تفتح الباب وتشوف مين اللي بيخبط. أهلا يا ست دعاء، خير يا أختي في حاجة؟ ازيك يا سعيدة؟ أنا عايزة خالتي مبسوطة في موضوع مهم قوي، تيجي تشوف الخيبة اللي أنا فيها. تعالي يا دعاء يا بنت سكينة، قلبي يا أختي واكلني من الصبح وعيني بترف وأقول هتحصل مصيبة. أهي المصيبة جت. خير يا أختي فيه إيه؟ الحقيني يا خالتي، جوزي عايز يرجع لطليقته بعد ما استحملته وربيت عياله كام سنة. قال ايه؟ طليقته واتطلقت وعايزة ترجع له تاني، وساعتها هيرميني يا خالتي. يرضيكي؟ فشر من ده يا بنتي اللي طلقك ويرميكي وخالتك مبسوطة موجودة. بنتي يا سعيدة روحي هاتي عدة القهوة واعملي كوباية قهوة تعدل مزاج الست دعاء. وانت يا حبيبتي احكي لي الحكاية من الأول وخلينا نعرف ايه اللي حصل. من حوالي أكتر من 10 سنين كان جوزي طالب في كلية الهندسة، وكان بحب بنت معاه بس كانت في كلية علوم. وفي يوم قال لها ايه يا منى، مش هتوافقي بقى ان انا اجي واتقدم لابوكي خلينا نتجوز؟ انا قلتلك ان انا جاهز من كل حاجة وعايزة اتجوزك النهاردة قبل بكرة. يا سلام عليك يا علي، هو انت مستعجل على ايه؟ مش لما نعرف نتيجتك وتتخرج كده وتشتغل؟ هو انا لسه هشتغل؟ انت عارفة ان انا هسافر مع اخويا الكبير وهتجوزك وهاخدك كمان، وهنشتري شقة هنا، ويا ستي كمان الشقة دي هدية مني ليكي، هكتبها باسمك وتفرشيها على ذوقك. اهم حاجة ان احنا نتمم الخطوبة والجواز في خلال 2-3 قبل ميعاد السفر بتاعي. خلاص يا علي، ولو اني يعني ما كنتش حابة اتجوز كده كروتة، لكن مادام انت مصر خلاص يا حبيبي انا موافقة. وتم الجواز يا خالتي، وفعلا علي اتجوز منى وخدها وسافروا بره، والشقة كتبها باسمها. ومرت السنين، مرة أكتر من 3 سنين، وربنا أكرمهم بولد وبنت توأم. في إيه يا منى؟ هو أنا كل ما أجي أقعد معاكي ولا أتكلم معاكي في موضوع تنكدي عليا؟ دي ما بقتش عيشة. بقولك إيه يا علي، أنت طول النهار في شغلك، وأنا بصراحة ربنا زهقت وقرفت من القعدة بين 4 حيطان. نزلني مصر يا علي، أنا عايزة أعيش في وسط أهلي، وبصراحة كده أنا ما بقتش مرتاحة معاك.
يعني احنا اتجوزنا بسرعة قوي، وانا مش حاسة ان انا بحبك ولا حتى متفاهمين مع بعض. طلقني يا علي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا منى؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انا بحبك، ازاي تقولي طلقني؟ وازاي كمان عايزة انا نتطلق؟ طب وولادنا؟ حرام عليك يا منى، فكري في كلامي. بقول لك ايه يا علي، لو بتحبني بجد وعايز راحتي سيبني انزل مصر وبعدين نتكلم في الموضوع ده بعدين. حاضر يا ستي، هحجز لك على اول طيارة نازلة مصر. هدي اعصابك شهرين 3 ونرجع تاني لبعض يا حبيبتي. وبالفعل يا خالتي نزلت منى وخدت العيال معاها مصر، لكنه اتفاجئ بعدها بكام يوم انها رفعت عليه قضية خلع، وراحت قعدت لوحدها في الشقة بتاعتها اللي هو كاتبها لها باسمها. شفتي ازاي يا اختي؟ بقى الولية رفعت عليها قضية خلع واتطلقت منه وراحت سكنت في الشقة اللي كاتبها لها. والله العظيم ولية قادرة ومفترية. طب وبعدين يا حبيبتي انتي ايه دخلك في الموضوع؟ ما انا يا خالتي خلصت كلية ورحت اشتغل محفظة في دار قرآن، وكنت عارفة من وانا صغيرة ان عندي مشكلة في الرحم ومستحيل هبقى ام. عشان كده كنت برفض كل العرسان اللي تقدمولي. وفي يوم كنت في المسجد وجت الشيخة اللي بتحفظنا قرآن وقالت لي بقولك ايه يا دعاء، انا جايبالك عريس، انما ايه يا حبيبتي ما يترفضش ابدا. هو مطلق وعنده ولد وبنت توأم ومهندس قد الدنيا، وهياخدك وتسافروا او تقعدوا هنا في مصر وولاده معاه، لان طليقته رفعت عليه قضية خلع وكسبت القضية واتجوزت وسابت له العيال كمان. بيقول ان هي اتجوزت اخو صاحبتها، عشان كده هو الراجل مصدوم وعايز واحدة محترمة تحافظ عليه وعلى بيته وعلى ولاده. وانا قلت له مفيش احسن منك. واتجوزت يا خالتي انا وعلي وقعدنا مع بعض 3 سنين. كان عارف ومتأكد ان انا ما بخلفش، وانا كنت معتبر عياله هم ولادي، والولاد كانوا بيحبوني جدا. ومنى طليقته اتجوزت واحد معرفتهم كان اخو صاحبتها، ومع ان جوزي كانت النار قايدة جواه وكان حاسس انها بتحب اخو صاحبتها وهي على ذمته، لكنه اتغير يا خالتي. عارفة اتغير ليه؟ اتغير ليه يا دعاء؟ احكي لي يا حبيبتي. بقولك ايه يا دعاء، انا عارف ان انتي طيبة وبنت حلال. بصراحة كده حصلت حاجة وانا عايزة اقولك عليها. خير يا علي؟ اتكلم يا حبيبي، ايه اللي حصل؟ بصراحة كده منى طليقتي اتطلقت، بتقول انه كان حيوان وبيضربها ومبهدلها، وكمان كان متجوز وكان مخبي عليها ان هو متجوز. عشان كده اتطلقت وكلمتني واعتذرت وقالت لي انها عايزة ترجع تاني ونلم شملنا ونربي ولادنا. انا مش هطلقك يا دعاء لان انا بحبك قوي، بس انا عايزة ارجع مراتي تاني. ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟ بقى بعد ما رفعت عليك قضية خلع وراحت اتجوزت واحد تاني في شقتك، في الشقة اللي انت فارشها على السرير اللي كنت بتنام عليه، عايز ترجعها تاني؟ اخصى عليك يا علي. لا يا علي، لو عايز ترجعها يبقى طلقني، انت فاهم ولا لا؟ عشان انا ما استاهلش منك كده ابدا ابدا يا علي. هو ده اللي حصل يا خالتي، وهي دي حكايتي. جوزي عايز يرجع طريقته تاني علشان قال ايه يربوا ولادهم بعد ما سابته ورميته واتجوزت غيره. شفتي الخيبة اللي انا فيها يا خالتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا يا بنتي مشكلتك كبيرة قوي، ربنا يكون في عونك. انت يا بنتي عملتي اللي عليكي وربيتي ولاده وكنت ليه ونعم الزوجة، وكنت لولاده ونعم الأم. لكن العيب مش عليكي، العيب عليه هو. العيب على الست اللي رمت عيالها ورمت جوزها عشان تدور على واحد تاني بتحبه، ودلوقتي بعد ما خدت غرضها ورماها وطلقها رجعت تاني تحن لجوزها القديم. بقولك ايه يا دعاء، كل اللي هتعمليه ان انت هتاخدي شنطة هدومك وتروحي بيت ابوكي اكرم لك. اوعي يا بنتي تتنازلي عن كرامتك، لان انت ما قدمتيش حاجة وحشة. جوزك اللي غلطان، جوزك اللي واقع فريسة تحت ايد ست نرجسية متسلطة. بقولك ايه يا حبيبتي، خدي شنطة هدومك وروحي اقعدي في بيت امك كام يوم ريحي اعصابك، يمكن جوزك يحس بغيابك ويحس بقيمتك. ومن ناحية تانية هتيجي رقم تليفون جوزك، انا عايزة اكلمه. حاضر يا خالتي، انا همشي
واروح اقعد في بيت امي وهفكر وهستخير ربنا اتطلق منه ولا لا. ايوه يا بنتي، محدش يقدر يقولك اتطلقي او ما تتطلقيش، انت اللي هتفكري وتشوفي ان انت هتقدري تعيشي من غيره ولا هتقدري تعيشي معاه وهو على ذمته واحدة تانية، ولا الست التانية القادرة دي هتخليه يطلقك. فكري يا حبيبتي، بس اهم حاجة تفكري من غير ما يكون ضغط عليكي وانت قاعدة في بيت امك. وزي ما قلتلك هاتيلي رقم تليفون جوزك. الو، ازيك يا استاذ علي؟ انا يا اخويا من غير مقدمات كده خالتك مبسوطة، زي ما تقول كده انا ام الستات اللي في مصر كلهم، وبحل العقد وبحل المشاكل. بس انت مشكلتك عصيبة، متصلة عليك عشان اقولك ان اللي بيمشي في طريق وبص وراه عمره ما بيتقدم خطوة، وانت يا ابني بتبص وراك وعايز تعيد الماضي كله بحذافيره. انت ايه يا ولا، ما عندكش كرامة؟ بعد ما الولية خلعتك ورميتك على طول ايدها ورميت لك العيال وراحت نامت على سريرك واتجوزت واحد تاني غيرك، عايز ترجعها لمجرد انها ضحكت عليك وقالت لك ان هي مظلومة؟ يا ولا خلي عندك كرامة بقى، سايب الست اللي فرشالك الدنيا ورد، اللي عايشة ليك ونعم الزوجة ونعم الام لولادك، عشان ترجع لواحدة نرجسية متسلطة. صحيح انتوا الرجالة ما يملاش عينكوا غير التراب، ما يملاش عينكوا غير اللي تديك اعلى من دماغك. بقولك ايه يا ولا، خليك راجل، ولو عايز تطلق مراتك طلقها وبكرة تتجوز ست سيدك، ولو عايز يا اخويا ترجع للي رميتك ارجع لها، وبلاش تعمل نفسك راجل وتدخل بيوت الناس وتتجوز بناتهم وانت عيل بترجع لأول حد يشاور لك بحاجة حلوة. وعايزة اقولك نصيحة، الست منى طليقتك دي يوم ما تلاقي واحد احسن منك ولا اغنى منك ولا واحد يشغلها هترميك تاني على طول ايدها. عارف ليه؟ لانها عملتها مرة ومش بعيد تعملها تاني وتالت وعاشر. انا مش ضد ان انت ترجع طليقتك وتربي عيالك، لكن انا ضد ان انت تظلم واحدة ملهاش ذنب غير انها حبتك واعتبرتك راجل. والكلام ده مش ليك انت لوحدك، الكلام ده لكل راجل ولكل ست بيدخلوا علاقة جواز وهم مش قدها. اقفل يا ولد التليفون احسن ما اقفل في وشك، جاك خبط في دماغك. ودي كانت حكاية الليلة يا حبايب، حكاية الست دعاء والست منى. وانا عايزاكم تحت في التعليقات تكتبوا نصيحة لكل واحدة، تكتبي نصيحة لدعاء ونصيحة لمنى اللي سابت جوزها وعيالها وراحت اتجوزت واحد تاني، ولما زهقت منه حبت ترجع من اول وجديد للراجل اللي كانت بيحبها. وعايزاكم تدوا نصيحة للزوج اللي ما يصدق انه يدوس على مراته الطيبة لمجرد انها بتحبه ولا ما هتقدرش تستغنى عنه. واستنونا تاني في حكايات خليتكم مبسوطة. اول ما تشوفوا صورتي على الصورة المصغرة تدخلوا على طول هتلاقوني قاعدة مستنياكم. هي خالتي مبسوطة؟ هو انت هتقفلي الحلقة من غير ما تنوهي ان انا عروسة على وش جواز وعايزة اتجوز؟ هي دي الخيبة عليكي وعلى جوازك وسنينك السودة. امشي يا بنتي من وشي خليني اعرف اقفل الحلقة، جاتك خيبة، ضيعتي برستيجي قدام الناس. انزل يا ابني بالتتر النهاية واقفل الحلقة على كده.